لما بنتكلم عن ضعف العضلات، انت اول حاجة بتيجي في دماغك حالة الضعف العامة اللي ممكن الانسان يصاب بيها نتيجة الانيميا، نتيجة فقر الدم، نتيجة حالة ضعف عامة، او حتى التحميل الزيادة وهكذا. ودي الصورة اللي بتيجي في مخيلتك اول ما نتكلم عن ضعف العضلات. ولكن في الحقيقة احنا النهاردة مش جايين نتكلم عن ضعف العضلات اللي في دماغك خالص. احنا جايين نتكلم عن مرض خطير وصعب بيأثر على ناس كتيرة جدا. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مرض وهن العضلات او المايثينيا جريفز، الاسم الاشهر للمرض ده. يعني ايه المايثينيا جريفز او وجع او وهن العضلات ده؟ ايه هي اسبابه وايه اعراضه ومين الناس اللي ممكن يصابوا بيه؟ والاهم من كل ده العلاج بتاعه ايه؟ وهل العلاج الطبيعي دور في علاج مرض وهن العضلات ولا لا؟ كل ده ان شاء الله احنا هنعرفه في حلقة النهارده. بس قبل ما نبدأ في الحلقة كالعادة ما تنسوش انكم تصلوا على النبي. انا مصطفى سليم وهنا حكيم اعصاب. يلا بينا بقى دلوقتي نخش في الحلقة. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله دايما تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. مرض وهن العضلات هو اسم بيقال عن مجموعة من الامراض اللي بتبدأ تأثر على حاجة اسمها النيوروماسكولار ساينابس. اهدى يا دكتور كده واحدة واحدة وبلاش تدينا الاسماء الكبيرة المجعلصة في الاول، احنا لسه بنقول بسم الله ولسه ما لحقناش نشرب بق القهوة. اقول لك ان النيو ماسكولار ساينابس دي هي المنطقه اللي بتبقى ما بين حاجه اسمها العصب الحركي والعضله الاراديه. مش فاهم حاجه؟ افهمك. فاكر لما اتكلمنا في الحلقه بتاعت خرافات العمود الفقري عن ازاي ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الجهاز العصبي بتاع جسم الانسان، وان هو ازاي بيبدا يستجيب للمحفزات الخارجيه او حتى المحفزات الداخليه؟ سواء كنت شفت الحلقه او ما شفتهاش، ان شاء الله هبقى اسيب البايو بتاعها فوق بحيث ان انت تقدر تشوفها لانها حلقه مهمه جدا جدا جدا. بس هنشرح الموضوع بشكل مختصر جدا عشان ده هيفيدنا جدا في الحلقه، والحلقه هتبقى مبنيه عليه. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الجهاز العصبي بيستجيب للمحفزات، سواء كانت المحفزات دي محفزات داخليه او محفزات خارجيه. واحنا بنتكلم هنا عن العضلات، فبالتالي احنا بنتكلم عن الاستجابة المناسبة للعضلات اللي هي الحركة. وبالتالي المحفزات بتاعتنا، المحفزات اللي بتوصل للجسم بتوصل في منطقة اسمها النيوروماسكولار ساينابس، اللي هي المنطقة اللي احنا لسه قايلينها. ولما بتبدأ توصل المحفزات دي للمنطقة دي بيبدأ يخرج أو بتبدأ تخرج مادة كيميائية اسمها الأسيتايل كولين، والاسم ده مهم جدا 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 وكل الحلقة هتبقى مبنية عليه، فركز واحفظ الاسم ده كويس. وبالتالي اي تأثير في المادة الكيميائية دي بيؤدي ان العضلة ما تقدرش تقوم بالاستجابة المناسبة بتاعتها وما بتقدرش تقوم بالحركة المناسبة، وتبدأ تخش بقى في مشاكل الضعف ومشاكل عدم الحركة وهكذا زي ما احنا هنتكلم قدام. ولكن السؤال الأهم هنا بالنسبة لنا إن إزاي المادة دي أصلاً بتقل؟ أقول لك ممكن تقل من خلال كذا طريقة، وده بياخدنا لأنواع مرض وهن العضلات. أشهر نوع وأخطر نوع من مرض وهن العضلات ده اسمه وهن العضلات الوبيل، يعني الشديد، اللي هو المايثينيا جريفز. ولانه اكثر الانواع بتاع المرض ده انتشارا واكثرها خطوره برضه، اطلق اسم المايثينيا جريفز على المرض بشكل عام. اللي بيحصل معانا في النوع ده ان الجهاز المناعي نفسه هو اللي بيكون سبب المشكله. هتقول لي ازاي يا دكتور؟ اقول لك ان الجهاز المناعي بيبدا ان هو يطلع اجسام مضاده للمستقبلات واللي بتنتج واللي بتفرز الاسيتايل كولين، وبالتالي بيحصل عندنا مشاكل في افراز ماده الاسيتايل كولين ويبدا المرض يطلع لان العضلات ما بتقدرش تقوم بالحركه بتاعتها. وزي ما قلنا ده اخطر واكثر الامراض انتشارا. هل في انواع غير كده يا دكتور؟ اقول لك في انواع كتيره جدا، زي مثلا مرض وهن العضلات الوراثي اللي بيكون بسبب خلل جيني بيحصل في البروتينات اللي بتفرز بعد كده ماده الاسيتايل كولين، وبالتالي ماده الاسيتايل كولين بتتاثر. في نوع تاني اللي هو وهن العضلات اثناء الولاده او وهن العضلات منذ الولاده، وده بيكون وهن عضلات مؤقت بتصاب فيه الاطفال اللي بتبقى امهاتهم مصابين بالنوع الاول من مرض وهن العضلات اللي هو المايثينيا جريفز.
واللي بيحصل فيها ان الطفل بيجيله الدم بتاع الام من خلال المشيمه فيه الاجسام المضاده. احنا شرحنا النوع الاول خلاص، الاجسام المضاده اللي بيفرزها الجهاز المناعي بتاع الانسان، وبالتالي بيصاب بمرض وهن العضلات ده، او الطفل ده بيصاب بمرض وهن العضلات، ولكن هو بتكون اصابه مؤقته. وفي وهن عضلات او في نوع اخر اللي هو وهن العضلات بسبب الادويه، وده بيكون بسبب كثره استخدام الادويه اللي بتعمل على تثبيط المستقبلات او المحفزات اللي بتطلع ماده الاسيتايل كولين في المنطقه اللي هي النيو ماسكولار سينابس لاغراض علاجيه معينه. وطبعا من اشهر الادويه دي هي المضادات الحيويه اللي مش بتتاخد بشكل صح. حتى احنا دايما بنقول ان المضادات الحيويه لما الانسان او لما الدكتور بيوصفها للمريض لازم المريض ياخدها الكورس بتاعها كامل، ما ينفعش ياخد حبه او اتنين ويسكت، لان دي بيبقى ليها مضاعفات ومشاكل كتيره جدا 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 جدا. وفي انواع اخرى كتيره لمرض وهن العضلات، وفي انواع اتسمت على اسم العلماء اللي جم اكتشفوها، ولكن يظل ان الاربع انواع دول هم اكثر انواع مرض وهن العضلات انتشارا. ولكن بالرغم من الكلام السلبي اللي احنا كنا بنقوله قد ايه ان المرض ده بيبقى صعب، الحمد لله بستر ربنا سبحانه وتعالى ان البروجنوزس او التحسن بتاع المرض ده بيكون تحسن جيد جدا، والادويه بتساعد على الحفاظ على حاله المريض ده، وان هو يقدر يقوم بكل النشاطات الحيويه بتاعته بشكل سليم، وبنقدر نحاصر المرض ده يبقى في هيئه نوبات او في هيئه اتاكس تبدا تزيد شويه وتقل شويه وهكذا. طيب ايه هي اعراض مرض وهن العضلات؟ في الحقيقه واحنا بنتكلم عن اعراض مرض بيبقى ليه انواع كتيره، زي ما بيكون الانواع بتبقى ليه كتيره، كمان الاعراض بتاعته بتبقى كتيره ومختلفه بناء على النوع اللي مصاب بيه المريض. ولكن ابرز الاعراض لمرض وهن العضلات بتتمثل في الاتي. اول الاعراض هو تدني جفن العين زي ما حضرتك شايف في الصوره. العرض ده بيكون عرض مهم جدا واحنا بنتكلم عن مرض وهن العضلات، وكمان بيبقى منتشر عند اكثر المرضى، وبالتالي بيكون نقطة مهمة وفارقة واحنا بنتكلم عن المرض ده. تاني عرض معانا هو الدبل فيجن او النظر المضاعف، ودي بتبقى مشكلة في الابصار بالنسبة للمرضى. وفي كمان صعوبة البلع وصعوبة حاسة السمع، وطبعا ضعف كل العضلات الإرادية بالنسبة للجسم زي ما احنا شرحنا ازاي المرض ده بيتم، وبالتالي كل العضلات الإرادية بيبقى فيها حالة ضعف شديد. وكمان الأعراض دي كلها بتبدأ إن هي تنشط في وقت مزاولة الأنشطة اليومية بالنسبة لنا، يعني مش في وقت الراحة. عشان كده الشكوى الأساسية لكل مرض وهن العضلات ده هو التعب الشديد، ودايما الأعراض دي بتبقى موجودة في آخر اليوم مش بدايته، لأن احنا في آخر اليوم بنكون خلاص احنا عملنا كل الأنشطة، وبالتالي بنكون تعبنا من ممارسة اليوم بشكل كامل، وهنا بتبقى الأعراض زايدة بالنسبة للمرض أو بالنسبة لمرضى وهن العضلات. طيب يا دكتور، ايه هما الفئة اللي ممكن يصابوا بالمرض ده؟ يعني مين مهدد اللي هو يصاب لا قدر الله وربنا سبحانه وتعالى يبعد عننا الشر جميعا مرض او يصاب بمرض وهن العضلات؟ اقول لك ان الابحاث بتقول ان اكثر الناس عرضة لمرض وهن العضلات ده هي الناس اللي في الفترة العمرية ما بين 20 و40 سنة. طبعا احنا كلنا نتخض، وانا ذات نفسي اتخض 27 سنه، احنا المفروض نستخبى لحد ما نوصل 40 سنه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعافينا جميعا ان شاء الله، وما يوريناش اي حاجه وحشه، اللهم امين، ويشفي كل المرضى، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان النساء هم اكثر عرضه للاصابه بالمرض ده. تيجي انت بقى تسالني وتقول لي طب اشمعنى النساء هم الاكثر عرضه للاصابه بالمرض؟ اقول لك الاجابه واضحه وصريحه، عشان ما بيستخدموش صوتهم الشتوي. كل الدعم، والله كل الدعم. يا رب يا ربنا يستر، يا رب يا رب استرها، يا رب يا رب هات العجب. بغض النظر بقى عن الصوت الصيفي والصوت الشتوي والخناقات اللي موجوده على السوشيال ميديا اليومين دول، الا ان مرض وهن العضلات ده بيبقى ليه اعراض او بيبقى ليه مضاعفات خطيره جدا. اهمها الصعوبه في التنفس، لان بيبقى عندنا ضعف في العضلات الاراديه بتاعه التنفس، وبالتالي بيبقى فيه صعوبه للتنفس للمريض. وكمان العدوى نتيجه ان انت بعد كده في العلاج زي ما هنعرف دلوقتي ان انت بتضطر تاخد ادويه تقلل او تثبط الجهاز المناعي بالنسبه لنا، خاصه ان كان المريض ده مصاب بالنوع الاول اللي احنا شرحناه وحكينا عنه بالظبط. فبالتالي المريض ده بيبقى معرض بشده ان هو يحصل له عدوى. ومن هنا بقى نبدا ان احنا نروح للجزء الاهم بالنسبه لنا في الحلقه، وهو العلاج. ايه هو علاج مرض وهن العضلات؟
وفي الحقيقة قبل ما اتكلم في العلاج لازم نقول حاجة مهمة قوي، ان الكشف المبكر عند الطبيب بتبقى حاجة مهمة جدا 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 واحنا بنتكلم عن مرض وهن العضلات. ليه؟ لان معظم المرضى في الاول لما بيصابوا بحاجة زي دي لا قدر الله بيفتكروا ان هي حالة الضعف العامة اللي ممكن تحصل، يعني شوية وجع وهيروح ياخد مكملات غذائيه، مش عارف ياخد مسكنات، مش عارف ياخد مقويات اعصاب، مش عارف ياخد ايه، وما يحطش في دماغه خالص ان هو ممكن يكون عنده حاجه صعبه بالشكل ده لا قدر الله، وبالتالي بيروح يكشف عند الدكتور لما الدنيا تكون استوت على الاخر. ولكن الكشف المبكر بالنسبه لنا بيكون مهم جدا، لان احنا زي ما بنقول دايما تايم از فاكتور، يعني الوقت كل ما بتروح تكشف بدري كل ما بتقدر ان انت تلحق نفسك بشكل كبير. والطبيب بعد كده بيبدا ان هو يكشف عليك، وبعد كده بنتجه لناحيه العلاج. والعلاج بالنسبه لنا بيبقى منقسم لحاجتين. اول حاجه العلاج الدوائي. العلاج الدوائي بيهدف ان انا انشط تاني انتاج وافراز ماده الاسيتايل كولين دي، ان هي تبقى بصوره طبيعيه عشان العضلات تبدا تقوم بالاكشنز بتاعتها والوظائف الحيويه بتاعتها او الوظائف الطبيعيه والحركه بشكل طبيعي، وبالتالي العيان يحس او يبقى بيتعامل بشكل طبيعي ما يكونش عنده مشكله. او كمان ان هي الادويه اللي بتقلل الجهاز المناعي زي ما احنا قلنا عشان نقلل من انتاج الاجسام المضاده اللي بتوقف عمل الاسيتايل كولين او الماده الكيميائيه اللي بتبقى مهمه جدا للعضلات للحركه. والجزء الثاني من العلاج بيهدف على ان احنا نحافظ على العضلات قويه ونحافظ على حركه العيان طبيعيه بقدر المستطاع، وهنا بيجي دورنا احنا او بيجي دور العلاج الطبيعي في مرض وهن العضلات. في الحقيقه العلاج الطبيعي مهم جدا 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 في مرض وهن العضلات، وانا ما بطولش في الحلقه وبقول كلمه جدا 200 مره كده هافهازارد او بدون وعي، لا حقيقي العلاج الطبيعي بيكون مهم قوي في المرض ده. وخدها قاعدة كده، أي مشكلة تتعلق بالحركة وبيكون من مشاكلها إن عندنا مشاكل في الحركة، إذا العلاج الطبيعي هيكون ليه دور مهم جدا في علاجها بإذن ربنا سبحانه وتعالى. قاعدة واضحة بتخش في كل الأمراض الماسكولوسكيليتال أو الجهاز العظمي والجهاز العصبي للإنسان. وبالرغم من ان العلاج الطبيعي هنا بيكون مهم جدا، ان برنامج العلاج الطبيعي بيبقى مختلف من مريض للاخر، لان احنا زي ما قلنا ان الديسابيليتيز او الاعراض بتاعت المرض ده بتبقى كتيره وممكن كمان تختلف من شخص لاخر. وعشان كده برنامج العلاج الطبيعي اللي بينفذه دكتور العلاج الطبيعي ده لازم قبل ما يحطه يبص على 5 حاجات مهمه جدا جدا في المريض ده قبل ما نبدا بعد كده ان احنا ننفذ برنامج العلاج الطبيعي والعيان يعمل العلاج الطبيعي بتاعه. وهي قوة العضلات بتاعت العيان ده اخبارها ايه، الدنيا بتاعتها ايه، اخبارها دلوقتي، التغذية بتاعتها سليمة ولا لا، وهكذا. الليونة بتاعت المفاصل او ليونة العضلات او قوة تحمل العضلات اللي هي الماسل انديورنس. ثالث حاجة الحركة بتاعت العيان، ايه المعوقات اللي بتقابل العيان ده في الحركة بتاعته. والله العيان ده مثلا ما بيعرفش ان هو ياخد الخطوة، العيان ده عنده مشكلة في الحوض، العيان ده عنده مشكلة في الابر ليمب. على حسب المشاكل اللي بتقابل العيان ده بنبدأ ان احنا نحط بعدها برنامج العلاج الطبيعي بتاعنا. رابع حاجة الاتزان، وده بيكون مشكلة سنوية ناتجة عن مرض وهن العضلات. مشكلة الاتزان او مرضى كتير مرض وهن العضلات ده بيبقى عندهم قلة اتزان نتيجة المشاكل بتاعة الحركة، عشان كده الاتزان بالنسبة لنا بيبقى مهم جدا جدا جدا. واخر حاجة التنفس، لان احنا زي ما قلنا ان التنفس من مضاعفات المرض بتاع وهن العضلات ان هو بيأثر على التنفس نتيجة ضعف العضلات بتاعة التنفس. فعشان كده لازم نشوف التنفس بالنسبه لنا اخباره ايه، والهارت ريت او ضربات القلب بتاعه المريض والحاله العامه بالنسبه له اخبارها ايه قبل ما نحط برنامج العلاج الطبيعي بالنسبه لنا. ولكن يظل ان العلاج الطبيعي بالنسبه لنا الهدف الاسمى بيه انه يحافظ على المريض ده طبيعي ويقدر ان هو يعتمد على نفسه ويقوم بكل الوظائف الحيويه والانشطه زي اي انسان طبيعي يقدر يقوم بيها as much as possible او بقدر المستطاع. ده الهدف الرئيسي بالنسبه لنا، وان احنا كمان نقلل من المشاكل السنويه او المشاكل اللي بتنتج عن الاتاكس او الاكسسبيشنز اللي هي بتظهر فيها الاعراض مره واحده للمريض. فاحنا نقلل من المشاكل السنويه دي ونقلل من مخاطرها وان هي ما تاثرش على العيان بقدر المستطاع، وربنا سبحانه وتعالى يعافينا جميعا. ده هو مرض وهن العضلات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. تيجي انت تسالني تقول لي بقى يا دكتور
حالة ضعف العضلات اللي احنا بنشوفها واللي احنا كانت في دماغنا في بداية الحلقة دي من الأول، احنا نقدر نتعامل فيها ازاي؟ أقول لك إن شاء الله احنا هنبقى نتكلم عنها بمشيئة الرحمن في حلقة منفصلة. ولكن عشان المايوسينيا جريفيس أو وهن العضلات شفناها في الكومنتات والعلاج الطبيعي بالنسبة لنا بيبقى مهم جدا جدا جدا، فحبينا إن احنا نتكلم عنها بشكل مبسط وبشكل بسيط بحيث كل الناس تقدر إن هي تفهمها. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. لو بتتفرج على يوتيوب ما تنساش تدعمني باللايك وتنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتنزل تكتب لنا في الكومنتات تحت ايه المواضيع اللي حضراتكم حابين ان احنا نتكلم عنها الفتره اللي جايه. ولو بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني باللايك والمنشن والشير. اتشرف ان حضراتكم تتابعوني في اي بلاتفورم انا بكون موجود فيها اونلاين، فيسبوك ويوتيوب بنفس عنوان حكيم اعصاب، انستجرام والتيك توك باسم مصطفى سليم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه قريب جدا. سلام.